اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في الله متابعين مطبخ ماما نوجة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير، وحشتوني قوي. النهاردة الوصفة بقى زي ما انتم شايفين وصفة الكشري، بس مش اي كشري، ولا اجدعها مطعم يعرف يطلع الكشري بالجمال دوا. ان شاء الله هتعجبكم الوصفة قوي لو جربتوها بنفس المواصفات ونفس المقادير زي ما انا عملتها بالظبط. هنعملها مع بعض، نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبتدي كده المقادير معانا ونبتدي الوصفة. اول حاجة معانا الحمص الشام، ولعنا عليه كده ومزوده له المية، ودي البصل اللي انا مقطعاه تقطيع كده جناح او جوليان. هننزل في حلة فيها زيت غزير جدا عشان هنعمل بيه كل المكونات الكشري المصري. الكشري المصري ده هيتعمل كله في حلة واحدة، من مكرونة الرز العدس لكل حاجة، كله في حلة واحدة من غير ما نكون مواعين كتيرة. طبعا هنا الحمص الشام انا مزوده له المية. ليه بقى؟ عشان هعمل حاجات كده هتشوفوا معايا، طبعا معايا لاخر الفيديو وانتوا هتشوفوا. انا نزلت هنا بمعلقة توم ومعلقتين طماطم معصورين. هنا البصل، رجعنا البصل نبص عليه كده عشان نحمره كويس قوي. مجرد بس مع حمص الشام غلي نزلت عليه بالملح. اخر حاجه تحطي الملح، عشان لو حطيتي الملح في الاول هينشف منك وهيجلد مش هيستوي معاكي كويس. يبقى احنا نزلنا فيه بالاول بميه زياده شويه عشان انا عايزه اعمل منها كام حاجه. وبعد كده حطيت معلقه توم مهروسه، بعد كده نزلت بثلاث اربع معالق طماطم معصورين، وفي الاخر خالص حطيت شويه ملح وشويه شطه. نرجع هنا للبصل. البصل بقى انا لا بحط له دقيق ولا بحط له نشا، انا بنشفه بيطلع مقرمش وجميل قوي من غير اي حاجه. بس في الاخر في تركايه بسيطه جدا، بحط فيه شويه ملح قبل ما بيطلع كده. خد اللون الجميل اللي احنا عايزينه، طبعا اللون الاضاءه ظلمه جدا، اللون جميل جميل جدا، احسن من كده بكتير. طلعته بقى كده. هصفيه وانزله كده في حاجه عشان يتهوى، محطوش على بعضه عشان ما يتجلدش ويعجن في بعضه. لازم تفرجيه على حاجه. ومن نفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل هنعمل كل مكونات الكشري. انا جبت الوك بتاعتي ونزلت فيها بمعلقتين زيت كبار كده زي مغرفتين زي ما انتوا شايفين، ونزلت بمعلقتين وفرين كده حلوين توم مهروس. هنقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي. طبعا لو في بواقي بصل ولا حاجه ما تخافيش منها. الطماطم بتاعه الكشري لازم تكون فريش وبيور، انا سلقاها وضرباها بالهاند بلندر كويس قوي. شايفين المنظر بقى والجمال، التوم مع الطماطم واللون الجميل، وغير بقى ريحه الزيت اللي في البصل طعمه تحفه. نزلت عليها بقى كده بشويه ملح وشويه شطه، واحط معلقه سكر عشان يعادل حموضه الطماطم. تمام، هنقلبه بقى كده ونسيبهم يتسبكوا مع بعض كويس قوي. هنا بقى هنعمل بقى الشطة اللي هي الهندي. هنجيب شوية زيت من نفس برضو زيت البصل اللي احنا عملنا منه البصل. هننزل كده في طاسة صغيرة كده بشوية زيت، وهننزل عليها بمعلقتين شطة، وهننزل بشوية ملح وفصين توم زي ما انتوا شايفين كده صغيرين كده مهروسين، وهنقلبهم في بعض كده في الزيت كلهم. لو انت عندك حساسية تقدري تعملي المكونات دي كلها من غير ما تحطيها على النار، تعمليها كده ني في ني بالزيت بالثوم بالشطه بكل حاجه. انا اضافات حطيتها تعمليها ني في ني من بره من غير ما تحطيها على النار لو انت عندك حساسيه، بس النتيجه دي افضل. هننزل بشويه طماطم كده معصورين عليها زي مغرفه كده. تمام. ولو فضل منك اي حاجه بعد الكشري ما يخلص هتحطيهم في برطمان وتحطيهم في باب التلاجة، ينفعوك تضيفيهم على شويه مخلل او شويه فول وانت بتعمليهم على الصبح. ومن ميه الحمص الشامي اللي احنا كنا مزودينها هنغرف كده كبشه كده. هنا بقى التركية الجميلة اللي بتدي طعم جميل اوي لصلصة الكشري، شوية خل في الاخر خالص قبل ما نطفي عليها. الصلصة تسبكت زي ما انتوا شايفينها بالجمال ده. في تركية تانية هنعملها، استنوا كده معايا وشوفوها. هنا بقى تجيبي ازازة او تجيبي اي برطمان فاضي عندك، هتحطي فيه كده زي معلقة توم، وهتجيبي شوية خل حوالي نص كوباية، وتنزلي من مية برضو الحمص الشامي اللي احنا عملناها وزودناها. هننزل عليهم نكملهم، بدل ما نكمل ميه من الحنفيه لا ناخد الفايده بتاعه الحمص ونزود بيها الدقه اللي هي بالخل والثوم. ادي البصل بقى سامعين صوته، بصوا كرمشته وخروشته الجميله ومن غير دقيق ومن غير نشا. هنعمل بقى التركية الجميلة ان احنا ناخد شوية بصل من اللي احنا حمرناهم، هنفتفركيهم كده بايديكي وتنزلي بيهم على الصلصة، هيودوكي في حتة تانية خالص، بتفرق خالص والطعم تحفة. هنا بقى شوية الزيت اللي فاضلوا بعد ما خلصنا كل مكونات الكشري، هننزل بقى باللي فاضل على في الحلة كده.
بشوية الشعرية. اخر حاجة نعمله بقى الرز والمكرونة بتاعة الكشري. احنا بنبتدي الاول بالحاجات اللي الاضافات، بس اخر حاجة نعمله الرز عشان ناكله كده سخن ما يبقاش بارد. حمرنا الشعرية ونزلنا عليهم بنص كيلو رز. طبعا المقادير انت تقدري تقللي وتقدري تزودي. هنحمر الشعرية وننزل بالرز نشوحه كده، ومعاكي مكعب مرقة ماجي هتضيفيه هيديكي طعم حلو قوي. العدس ده انا كنت نقعاه في ميه سخنه. لو غليتي العدس وضفتي الميه بتاعه العدس على الرز هيديكي لون غامق، والرز هيغمق منك. طبعا احنا بنعمل الكشري النهارده هتشوفوه لا رزايه غامقه ولا مكرونه معجنه. شوحنا الرز والشعريه والعدس مع بعض. هننزل عليهم بالمكرونه بالكميه اللي انت عايزاها. دي المكرونه المرمريه الصغيره هنديها تشويحه ونقلبها كده تقلبتين على النار، ونسيبهم حوالي دقيقة أو أقل من دقيقة. هنضيف لهم الملح بتاعهم عشان بعد كده هنحط الاسباجيتي. والاسباجيتي طبعا مش هنعرف نقلبها. هنعمل الاسباجيتي احنا مقطعينها على 3 قطع. بعد ما قطعناها كده هتشوفي بقى انا هعمل ايه. بس انت لو جيتي معايا لحد هنا متنسيش تحطي اللايك، ومتنسيش لو اول مره تشوفيني في القناه اللي هي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتشرفيني وتزودي القناه. ويا ريت متنسيش تعملي شير للفيديو لو عجبك. هنا طبعا احنا مش هنعرف نقلب الاسباجيتي. هنمسك الحله كده من ايديها الاتنين، وزي ما انتوا شايفين كده شقلبنا 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 لحد ما المكرونه اتقلبت واختلطت بيها. هنا بقى عندي ميه مغليه. لما تيجي تضيفي الميه مهم جدا ان انت وانتي بتضيفي الميه تشوفي الميه واصله بس لتحت المكونات اللي في الحله. وبمجرد ما تقلبي هتلاقي الميه زادت وطلعت فوق، لان احنا الميه كانت تحتيهم عشان المكرونه كانت عاليه. مجرد ما المكرونه هتنزل هتلاقي المكرونه ميتها بقت كويسه قوي بالنسبه لها، مش محتاجه ان انت تضيفي ميه. مهم جدا ان انت ما تحطيش ميه كتير. شايفين بقى هنا لسه الرز ني شويه، بس انا عايزه اوريكي ان هو اتشرب ميته. هنقلب كده ونوطش عليه بوريكي ان هو لا معجن ولا المكرونه معجنه، والرز متساوي والكميه بتاعته حلوه قوي جميله كده، لا زايده ولا ناقصه. وزي ما انتم شايفين الرزايه فاتحه ومش مش غامق من العدس ابو جبه. ادي احنا خلصنا وطلعنا. بصوا الرز مفلفل والمكرونه بيضه والرز ابيض وكله مفلفل ما شاء الله. الطعم تحفه، واتحدى بيها اي محل، احسن محل فيك يا مصر ما يعرفش يطلع الكشري بالجمال ده طالما انت عاملاه بالمكونات الجميله دي وبالاضافات الحلوه دي وبنفس الطريقه. هيبقى انضف بكتير من احسن محل واطعم واوفر. طبعا هنا الكميه كانت كبيره وتكفي عيلتين ما شاء الله. طبعا انا ما عملتش يعني ما خرفتش في اطباق. انا هخرف بقى زي ما انتم شايفين كده في صينيه وفي صينيه تانية انا يعني هغرفها للوسيندا ولافلي احفادي. انتوا عارفينهم طبعا كويس قوي لوسيندا ولافلي. طبعا القالب ده انا عملته لوسيندا ولافلي، ودي الصينيه دي لينا احنا. طبعا الكميه كانت كبيره علينا. انت بقى لو شايفه نفسك انك مش قادره على الكميه دي تبقى كبيره عليكي وعلى اسرتك، تقدري تقللي في المكونات وهتديكي كميه اقل بكتير. طلعي بقى روح الفنانه الجميله اللي جواكي بقى كده، وابدعي بقى ورصي بقى كويس قوي وزيني الاطباق بتاعتك. طلعي بقى من الحمص وتعملي كده اشكال بيها. وابدأي بقى ان انت زي ما انت شايفه كده انا برص كده من غير اي ترتيب ولا اي حاجه. زي ما انا كده بعمل كده عفويا معاكم برصه. انت بقى يعني رتبي زي ما انت عايزه ترتبي. ده ترتيبي اللي انا للحاجه بتاعتي. حطيت الحمص زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، ونزلت عليه بالصلصه كده من على جنب. طبعا ده بس شكل عشان يدي شكل حلو، والعين طبعا بتاكل قبل البق. بعد كده بقى اللي بيغرف احنا طبعا مش بناكله في الصواني، احنا بنطلع في الاطباق وهوريكم دلوقتي احنا بناكل ازاي. هتاخدي بقى كده بس تغرفي بس للشكل بس. وبعد كده اللي عايز يحط اضافات بقى بيبقى يزود بقى صلصة او شطة او خل او بصل. دي اضافات بتبقى انتي بقى في الطبق بتزودي للي عاوز. بس ده الشكل الجميل اللي احنا بنعمله بس عشان خاطر يبقى الشكل حلو للعين، عشان تفتح النفس اللي مش عايز ياكل ياكل. تحطي بالطريقه اللي انت عايزاها. هنجيب بقى زي ما انتم شايفين كده عملت بالشكل دوت الطماطم. بعد كده احط البصل بالطريقه دي. انا زي ما قلت لك طلعي كده روحي الفنان اللي جواكي وابدعي كده واعملي لاسرتك الحاجه الجميله. مش شرط تكون الحاجه اقتصاديه ومش مكلفه ان احنا بس يعني نعملها وخلاص ونحطها لهم، لا. ممكن الحاجه تكون بسيطه جدا بس تحطيها بتقدميها بشكل حلو. اهم حاجه التقديم. الجرنشة دي ليها عامل
وبتفتح النفس وبتخلي الاكل ليه قيمه. والله ممكن تكوني عامله اكل مكلفه 1000 جنيه ملوش اي قيمه، طالما انت عاملاه من غير حب. قبل كده قلت لكم اعملوا حاجه بحب هتطلع معاكم احلى بكتير. لو حاجه بسيطه بحب هتطلع احلى من حاجه متكلفه الوفات. وبألف هنا وشفا جربيها، ومتنسيش اللايك والشير. عملنا الشطة الهندي، وعملنا الخل، وعملنا إيه الحمص الشامي اللي هو الحلبسة، وفضل معانا صلصة كتير نقدر برضو نستفاد بيها بحاجة تانية. انا هنا قعدت اكل بقى وغرفت طبق لنفسي كده، وهزود بقى يعني محبش انا الصلصة كتير فيه الصراحة، بس هزود شطة وهزود خل. بوريكم ان انت ممكن تغرفي كده. وعلى فكرة ولو فضل منه لتاني يوم يقدر يتسخن، وبتحسي ان انت اكنك لسه منزلاه من على الحلقة. انت ممكن اللي فضل من الصينية ده تاخدي منه وتسخني وتغرفي. يلا اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.